وهذا المبطن الليبي البطاطا مبطنة. عينكم على الشكل. خلونا نتابع الطريقة سوا. يلا يا هلا وسهلا. الليلة عندنا طبخة ليبية اسمها بطاطا مبطنة، لأن بنبطنها جوا بالطريقة هذه، بتنفتح تقطيعها بالطريقة دي. بنبطنها باللحمة مع البصل والبقدونس والبهارات، بنضيف عليها بقسماط. تابعوا الطريقة. يلا نبدأ بالطريقة. اللحم المفروم، البصل والبقدونس، فتات الخبز أو بريد كرام، بنضيف عليه بيضة، معجون طماطم، وبنضيف البهارات مشكلة. في ناس يحدد بهارات معينة، أنا حطيت أشياء يعني كثيرة: ملح، كمون، كزبرة، فلفل أسود، قرفة، كركم، شطة، بابريكا. كل يحب أو يحب البهارات اللي يبغاها ممكن يحطها. ونضيفها هنا مرة واحدة. نعجن كل المكونات هذه، ونحط عليه شوية زيت. نعجنها بالطريقة هذه لما تتكون معانا العجين. هذه اللحمة عقب ما تبلناها، شوف الشكل، ودك تاكلها على طول. طبعا بنحشيها حنا بالطريقة هذه، عشان كذا سموها بطاطا مبطنة. هذا الشكل. وهذه البطاطا المبطنة بالطريقة الليبية جاهزة. الطحين أو الدقيق أو في البيض، وحنا بالبقسماط اللي هو الكوري أو الياباني، بتنزل في الزيت وتتحمر فترة وتاخذ راحتها. تابعونا. المبطن الليبي، البطاطا المبطنة. عينك على الشكل. شوف تسوي بالصوص اللذيذ. اسمع القرمشة. قرب يا جماعة، خطيرة لذيذة، تنفع كسناك. نقنقة منقنق. تبيها برمضان، تبيها بغير رمضان، جدا لذيذة. عينك. شوف